السلام عليكم البنات، كدايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير. اليوم ان شاء الله غادي نشاركوا معكم الروز كلاصي بالدجاج والخضار اللي كيجي رائع وكيجي لذيذ بزاف. نتمنى تتبعوا معنا الفيديو من الاول حتى الاخر باش تشوفوا الطريقه وفي نفس الوقت نشوفوا حتى شنو غادي نحتاجوا للروز. توكلوا على بركه الله. غادي نحتاجوا الدجاج، طبعا الدجاج اللي يكون متواجد، يا دجاج مجموع يا مقطع طريفات اللي متواجد عندكم. غادي نزيدوا عليه الملحه وزيت الزيتون ولا حتى زيت نباتيه. الخضر اللي عندنا غنقطعوهم كاملين على هذا الشكل هذا. غادي نزيدوا الثومه والبصل على الدجاج وحتى الفلفله الا كانت عندكم الحمراء حتى هي ممكن ديروها. صافي، وكنشعلوا عليه وكنزيدوا التوابل. كنديروا راس معلقه ديال التحميره حاره وراس معلقه ديال التحميره حلوه، سكينجبير، عندنا هنايا القزبر، درنا معلقه ديال القزبر وراس معلقه ديال البزار ومعلقه تقريبا ما عمرش بزاف ديال الخرقوم البلدي. طبعا راه التوابل كنديروهم على حسب الكميه ديال الدجاج والرز اللي غادي نديرو. كنديرو هنا ضمات البنه ديال الدجاج ولا ديال الخضر. وبالنسبه للملح البنات في الاول راه واحد ما يقويش الملحه، لان غادي نزيدو ضمات البنه ممكن يجينا مالح، فكنديرو غير شويه ديال الملحه. هنا زدنا مطيشه اللي قطعناها حتى هي نفس المربعات. صافي، ملي كنسدو عليه شويه يتقلى كنحلو عليه كنلقاو فيه الماء، يعني ديك الخضر كتطلق الماء ديالها. دابا غادي نزيدو الخضر المتبقي عندنا، غادي نزيدو خيزو وغادي نزيدو الجلبانه. راه كيجي لذيذ البنات، وكيف كتشوفوا راه صحي وبالخضر. والحاجه الزوينه هو انه كيوجد بسرعه صراحه، يعني الواحد الا كان مزروب دغيا كيوجد. وكنزيدو حتى طريف ديال الحامض، نسيت ما صورتوش معكم. وهنا راه مازال ما زدناش حتى شي قطره ديال الماء، راه غير الخضر تلقات الماء ديالها. غادي نزيدو هنا معلقه كبيره ديال الزبده. راكم عارفين الزبده كيجي الروز رطيطوب وكيجي لذيذ، كتعطي واحد اللذه. صافي، دابا غادي نزيدو شويه ديال القزبر ومعدنوس وغادي نسدو عليه غير شويه، واحد 5 ديال الدقائق. راه دغيا كيوجد، قلت لكم بصراحه هاد الاكله سريعه كيف كيقولوا. الماء غادي نزيدو غير واحد الكميه قليله اللي تقدنا في الطياب ديال الروز، لان راه كيف شفتوا الخضيره طلقات الماء ديالها، ما غاديش نزيدو الماء بزاف. صافي، غادي نخليو هذا الماء هذا يغلي شويه وغادي نزيدو الروز ديالنا. الروز طبعا هذا الروز الصفر كلاصي كنغسلوه من قبل وكنسقطروه ونخليوه حتى كنحتاجوه. صافي، كي شفتوا يعني الماء يكون طالع غير شويه فوق الروز. وكنزيدوا فلفله حاره، طبعا كتبقى اختياريه، اللي بغاها يزيدها اللي ما بغاهاش ما يديرهاش. هذا هو الروز ديالنا. فاش كيطيب كيجي على هذا الشكل هذا، كيف كتشوفوا الحبات مفرزين، ما كيجيش معجن. وراه اللذه راه ما نعاودش لكم، راه الا جربتوه راه غادي يعجبكم بزاف. وحتى الوليدات الصغار اللي ما كيبغيوش ياكلوا الخضار بهذه الطريقه راه ممكن تدخلوا لهم الخضار ياكلوهم. وحنايا غادي نقدموه على الطريقه هكا. وطبعا التقديم كيف قلت لكم كيبقى اختياري. وهذا هو الطبق ديالنا ديال اليوم كيف كتشوفوا. نتمنى انه يعجبكم ونتمنى انكم تجربوه وترجعوا لي في الكومونتير كيفاش جاكم. كيجي مفرز كل حبه بوحدها، والزبده راه كيف قلت لكم حتى هي كتخليه يعني كيجي لذيذ صراحه بالزبده. وهذا هو الشكل النهائي، وكنتمنى هذا الفيديو يعجبكم. والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله. نتلاقاو في فيديو جديد وبوصفه جديده. مع السلامه.